السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. معكم العمراني علاء الدين من قناتكم علاء الدين كرة. قبل بداية تفاصيل هذه الحلقة لا تنسوا الضغط على زر الاعجاب وكذلك الاشتراك في القناة باش تدعمونا ونحققوا عدد كبير من المتابعين ان شاء الله اللي يكونوا حاضرين معنا في تحليل مباريات كأس العالم، إضافة إلى ترك تعليق موضوع هذه الحلقة في الأسفل. إذا كيف ما كيعلم الجميع على أن بعد قليل سوف يتم إعلان عن التشكيلة اللائحة الرسمية التي ستذهب إلى قطر. بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي سيعلن عنها وليد الركراكي في مؤتمر صحفي. وقبل صراحة في الثلاث أيام الأخيرة خرجت بواحد اللائحة اللي كيقولوا على أنها لائحة مسربة وأنها اللائحة الرسمية، ولكن حنا بعادين على البعد على هاد التكهنات وهاد الإشاعات، فما بغيناش نحطوا شي حاجة وما بغيناش نتحدثوا في هذا الموضوع، لأن كاين ندوة صحفية، كاين وليد الركراكي يخرج يتحدث على اللائحة بواحد، وبالتالي نكونوا بعادين من هذه التكهنات. مجموعه ديال المنتخبات عندنا على اللائحه ديال النهائيه: المنتخب الفرنسي، المنتخب البرازيلي، المنتخب الكاميروني، عديد المنتخبات، كذلك اعتقد المنتخب الاسباني باقي ما دارش اللائحه ديالو، المنتخب البرتغالي كذلك باقي، المنتخب الكرواتي خاص من المنتخب المغربي تو اعلن على اللائحه ديالو. اذا في هذا الاسبوع جميع المنتخبات تعلن على اللائحه الرسميه ديالها اللي تمشي لكاس العالم. اذا ننتظروا الجميع شنو هيكون في المؤتمر الصحفي ديال وليد الركراكي باش يعلن على التشكيله او اللائحه الرسميه التي سوف تذهب الى قطر 2022. والاكيد ان مجموعه من اللاعبين ما يخرج من هذه اللائحه. كنتحدثوا مثلا الحارس ياسين بونو، كنتحدثوا على الحارس الثاني منير المحمدي، كذلك كنتحدثوا كذلك على اشرف حكيمي، نصير مزراوي، كنتحدثوا كذلك على القائد رومان سايس، كنتحدثوا على امرابط، حكيم زياش، كذلك سفيان بوفال. الأسئلة كاملة متوجهة: هل حمد الله سيكون حاضر في لائحة المنتخب الوطني المغربي التي ستذهب إلى قطر 2022؟ إلى ذلكم الحين سنكون في الموعد مباشرة بعد نهاية المؤتمر الصحفي لنتحدث عن التشكيلة الرسمية أو اللائحة الرسمية التي سوف تذهب إلى قطر. تحياتي.